أهلا أهلا، صباح الخير أو مساء الخير بتوقيتكم. صباحكم سعيد ومساءكم أسعد بإذن الله. زي ما انتم شايفين يا بنات في بداية الفيديو، اليوم عندنا وصفة واللي هي كيكة صيفية بامتياز. طبعا أي ماركة انتي تحبيها. تمام، أنا عندي هنا يا بنات بيتي كروكر بالفانيلا. تقدري تستخدمي بيتي كروكر بالليمون وبالبرتقال، أي نوع انتي تحبيه. طبعا أي ماركة كمان انتي مرتاحت لها ومتعودة عليها. فنيجي للمقادير يا بنات، اللي هي باكيت بيتي كروكر زي ما قلنا، فانيلا أو ليمون أو برتقال. نفرغ الباكيت ونضيف عليه مقدار بيضتين. ضروري تكون المواد كلها بدرجة حرارة الغرفة زي ما انتم شايفين. عندكم ربع كوب زيت. تمام، عندكم كمان 250 ملي حليب يا بنات أو موية، ما في أي إشكالية. كمان عندكم مقدار ملعقتين أكل كاسترد، ومقدار ملعقتين أكل كريم كراميل اللي هو باودر. نشوف المقادير كده مع بعض. بعد كده يا بنات نمكسها بالمضرب اليدوي أو الكهربائي، ونضيفها يا بنات بقالب مبطن ومدهون بالزبدة زي ما راح تشوفوا. زي ما انتم شايفين يا بنات، القالب مبطن بورق زبدة ومدهون كمان بورق زبدة. والزوائد هذه يا بنات نقدر نقصها طبعا في فرن مسبق التشغيل على 180 درجة. دخلنا الكيكة وأخذت منا 50 دقيقة. شايفين ما شاء الله الجمال، جدا روعة يا بنات وممتازة. كيف تعرفي إنها استوت؟ تكون من الأطراف يا بنات شقرة، كذلك تاخذي أعواد الشوي وتدخليه بالمنتصف. إذا طلع لك ناشف فمعناته إنه كيكتك ممتازة، وإذا طلع فيه لزوجة خليها كمان 5 دقايق وشقري عليها. مرة لذيذة يا بنات وترفة وجميلة. طبعا الكيكة هذه ما هي كده على طول، نصلح لها صوص. طبعا أنا مصلحتها هنا قبل بيوم مشان تبرد وتكون أحلى وأحلى. نصلح الصوص يا بنات على الجنب. هذا هو عندكم تقريبا مقدار كوب حليب سائل. نضيف عليه يا بنات مقدار ملعقتين كريم كراميل، ملعقتين أكل. كمان مقدار ملعقتين أكل كاسترد. تمام، هذا كله على البارد يا بنات ونحرك. بعد كده نشغل الغاز. طبعا ضروري تكون النوعيات يا بنات كويسة عشان تطلعي بأفضل نتيجة. طبعا أنا أضفت زيادة ملعقة صغيرة حليب بودر. تمام، ما عندك أي إشكالية، مو حابتها استثنيها. هذه يا بنات خلطة الصوص اللي على الكيك. بعد كده يا بنات بعد ما حركنا على البارد نشغل عليها، تاخذ من 5 دقايق إلى 10 دقايق، وتكون كريمة أو كريم كراميل عادي. شايفين طبعا هنا يا بنات شوي دافي مو حار. نخليه يا بنات يهدى ويبرد. بعد كده نضيف الإضافات التالية اللي هي من 6 إلى 8 حبات جبن كيري، ملعقتين أكل كريم شانتيه أو دريم ويب اللي تحبوه. كمان علبة قشطة ضروري. طبعا ما طلعت في التصوير لكن ضروري يا بنات. شايفين هنا ما شاء الله بعد ما بردت الكريم كراميل نضيف الإضافات اللي قلنا عليها قبل، اللي هي جبن كيري، دريم ويب والقشطة، ونخلطها يا بنات بالمضرب الكهربائي لما تصير كريمية. ونحفظها يا بنات علبة محكمة الإغلاق ونخليها لليوم التالي. طبعا أنا صلحتها هنا يا بنات يوم الخميس العصر الكيكة، وبعد كده صلحت الصوص الساعة 2 الجمعة. خلاص بديت أزين ودخلتها الثلاجة. يعني عادي ما عندك إشكالية، تقدري تصلحي تجهيز مسبق. وهذه يا بنات مواد التزيين اللي هي الكريمة تبع الكيكة. كمان عندكم هنا نعناع، نغسل كذا كم ورقة. كمان عندكم بلوبري
حابين توت أحمر، توت أسود، البلوبري، شرحات ليمون، شرحات برتقال، بكيفكم. وهذا يا بنات قالبي الجميل، شايفين ما شاء الله. في هنا يا بنات لوك تقدري تفتحيه وتقفليه، يعني ينفتح لك ويتقفل بسهولة، بس ضروري تبطنيه إذا اشتغلتي فيه. طبعا أنا أصلح فيه الحلويات الباردة والكيك وتطلع من أروع ما يكون. طبعا ما في أي خدش، ما في أي شيء، اللهم من تحت يا بنات القاعدة فيها اصفرار بسبب الحرارة. وهذه يا بنات هي مواد التزيين اللي هي نعناع مغسول يا بنات نظيف، والبلوبري كمان، بذور الخشخاش، الكريمة باردة والكيكة باردة، فقط نضيف نبدأ نزين. طبعا لايك وشير وكومنت حلو مثلكم، شيروا الفيديوهات لأكبر عدد ممكن، أكون شاكرة وممتنة لكم. طبعا هنا أنا تحمست بزيادة وحطيت تقريبا 3/4 كمية الكريمة. طبعا يا بنات تكفي مقدار قالبين كيك الكريمة. نضيف بذور الخشخاش وبعد كده نزين بالبلوبري وورق النعناع. زي ما قلت يا بنات إذا كانت بالليمون ضيفي ليمون، شرحات ليمون مع الخشخاش والنعناع روعة. وضيفي في خليط كيكة الليمون ملعقة صغيرة من سانكويك بالليمون في كيكة الليمون، وملعقة صغيرة من سانكويك بالبرتقال في كيكة البرتقال، يعطيكها نكهة خاصة ويعلي اللفل مرة. وشايفين الكيكة يا بنات ما شاء الله قديش مشهية ولذيذة وطعمها رائع، صيفية بامتياز زي ما حكيت، سواء بفانيلا أو ليمون أو برتقال. وندخلها الثلاجة لوقت التقديم. تمام، نقطعها وبالهنا والعافية، وجمعة مباركة للجميع. وإذا حابة صينية أكبر دبلي المقادير، تمام، مشان تطلع لكم بيرفكت. طعم يا بنات وطراوة وشكل ولذاذة، مو فقط شكل، لذيذة بالمرة يا بنات، أتمنى تجربوها وتستمتعوا فيها. وهذه هي بنات شكل الكيكة. طبعا زي ما قلت التزيين لك حرية الخيار. وهنا ننزل قهوتنا يا بنات، طبعا مع قهوة يا بنات عربي أو قهوة تركي، تطلع مرة لذيذة يا بنات ورائعة. تنفع يا بنات الاستقبال، حد بيجيكي زيارة بتروحي لأحد، مرة ممتازة. وبالأيام هذه وبالأجواء هذه ضروري، أحس ضروري النكهات هذه اللي هي فانيلا، ليمون، برتقال، مرة لذيذة. أهلا وسهلا بالجميع وحياكم الله.